يا اخي الى مكافآتهم هلطوها، مكافأة اللاعبين النصر اكثر فساد بإدارة النصر. لا غير لا مو بصحيح، مو بصحيح. لا مو بصحيح. ما علمت هذه من خالد. شويه ابو فهد، شويه ابو فهد، معلش ابو سعد، خليك معي. لا في فرق بين شويه ابو بندر وين حولت الى مش فساد، خلينا نتكلم. سوء اداره. المهم 300 مليون طارت عندهم. خلينا نقول احنا نتكلم. شوف احنا معينين مسألتنا. أنا ماني بصوت الهلال ولا بالهلال بالكلي ولا أنا من حقي إني أتكلم عن أي نادي ومن حق أي واحد إنه يكتب. بس الهطوها وجد إحنا نقول إحنا ما بس هذا تناقض. لكن اليوم طال عمرك عفيه أبو هداية باغني يقول ما أسمح لك تتكلم عن الهلال ولا بعبارة. الحين يقول أنا ماني بصوت الهلال. هذا تناقض ولا مو بتناقض؟ ما أتكلم عن الهلال. أنا أدافع عن حقوق الهلال. أول شيء شوف اتركنا. شوف الآن وش حديث الإعلام؟ وش حديث القنوات؟ 170 مليون. يوم طلعوا 170 علشان يسحبون الناس عن النصر وعن الاهلي وعن الاتحاد، جابوهم للهلال. هذه معروفه. النصر والاتحاد من اشهر من سنوات عارفين ديونهم. خلي يا محمد. اشهر ثلاثه انديه غرقانه بالديون وكلها ديون هي ثلاثه، الاهلي والاتحاد والشباب. طيب يوم جو 7 مليون عشان يسحبون الناس والجمهور والاعلام يطبل، راحوا للهلال 770 مليون. خليني اقول لك انا